بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم الدرس الثاني من سلسلة دروس تعلم لغة البرمجة Visual Basic. ويانا اليوم بعض المهارات البسيطة اللي يحتاجها كل مبتدئ بهاي اللغة، يعني شلون يطور نفسه. بالبداية هاي اللغة تعتمد على أساسين: الأول اللغة الإنجليزية والمصطلحات، الثاني عقل المبرمج والخيال ماله. كل ما كان خياله واسع تفكيره واسع هو راح يبدأ بعمله، وأكيد ماكو أحد بينا ما يحب يبدأ بعمله. نفتح البرنامج، طبعا لنا عمل جديد، هاي أنا أقصد بها نيو عمل جديد، هاي عمل محفوظ عندنا بالجهاز. نجي ناخذ عمل جديد اوبن. شباب هاي عندنا احنا نسميها مساحة العمل او شاشة العمل او حقل العمل، شو تسميه سمي. اليوم راح اخذ تطبيق بسيط يعني علمنا على بعض شلون نضيف كود، شلون نستخدم بعض الادوات، الخصائص، مو الكل يعني بس البعض، واحنا ان شاء الله ماشيين وياكم ستيب باي ستيب. يعني راح اسوي يعني فد شي بسيط هيك، يعني لا على التعيين. مثلا هذا اذا تحب هاي الخصائص مالته، اذا تحب مثلا تغير اسمه تجي تدور على شيء اسمه كابشن. تحذف الكوماند مثلا لحد الان حلو ماشي. هسه مثلا اريد اخلي بعد هنا يا مثلا اسميه الخروج، يعني زر الخروج. من واحد يخرج من البرنامج لازم اكو زر هنا مكتوب. مثلا هنا اريد اخلي يعني هسه تقريبا برنامج بسيط ما عندي شي، هاي خطوات أولية. نجي هسه لعملية التكويد، الكودات، شلون نضيف كود. قلت لكم بالبداية فيجوال بيسك تعتمد على اللغة الإنجليزية. نجي مثلا من ننقل على هندسة تقنيات الحاسوب، شو تريد تطلع لكم، يعني شنو اللي راح تعرضه لكم من تنقل على هذا الزر. انت بكيفك، انت راح تحدد هذا الشيء باضافة كود خاص بيك انت، يعني بس وفق القواعد اللي راح ندرسها او تدرسوها او يعني عندكم موجودة. مثلا اني يعجبني اضيف هالكود هذا مسج بوكس واقول مرحبا بكم في شعبة واو. نجي هسه نريد نشوف عملنا مشى صح، ننقل هنا شوف مرحبا اشتغل. طبعا هذا من نقرت هنا اشتغل عندنا بروجكت مرحبا بكم في شعبة واو. اوكي لهنا حلو ماشي صح. نكمل نرجع للعمل. مثلا هنا اريد اضيف خروج. تعرفون كلنا الخروج شنو بالانجليزي؟ and نهاية. نجي لاحظ من انقر هنا يخرج البرنامج، شفت وياك لاحظ هسه من انقر هنا يخرج البرنامج، انت ضفت كود and.
عندك هنا حقوق المبرمج، مثلا انا اريد اخلي اسمي نفس الشيء، اكتب مسج بوكس علي سيان حميد. اوكي، هسه نجي نطبق نشوف صحيح. لاحظت وياي، يعني هاي خطوات ابتدائية بالبرنامج. نتمنى يعني وبالتطبيق وبالممارسة راح تتعلم وتكود وتوظف وانا جاي وياكم خطوة خطوة ستيب باي ستيب. هسه من كملنا التكويد، انا يعجبني بس هاي الازرار، ما اريد اضيف اكثر، ما او انت عندك هواي بعد اكو ادوات ما بستخدمها هواي. كملنا هذا الشيء، نرجع للعمل. العمل يعجبني اريد ازين المساحة، يعني مثل ايش يعني تريد تغير لون الخلفية. أنا أريد أضيف صورة مثلا، أدور على كلمة بيكتشر، كل احنا نعرف بيكتشر بالإنجليزي هي صورة. نجي للبيكتشر هنا بالخصائص، هاي هي البيكتشر. بيكتشر وين حافظها؟ بالديسكتوب مثلا. لاحظ وياه تقدر اوكي، يعني تقدر تصغر، تقدر تكبر، تتحكم بها. هاي قدامك اها، ويصير عندنا برنامج حلو ومرتب. هاي وقت من المبدعين يعني. طبعا تريد مثلا هنا تجي ترتب، تغير لون مثلا، عندك هذا الباك كلر اللي هو تريد تخليه مثلا اصفر. بس اول مرة نروح للديزاين، كل شيء اسمه ستايل. هذا الستايل خليه، شوف لاحظ طبعا هاي شيء حلو. عندك هاي نفس الشيء، تريد ستايل تخليه يا لون يعجبك، ترجع للألوان. هاي الألوان مثلا يعجبني اللون السماء، أو يعني هذا اللون هو صراحة غريب. نفس الشيء، ترجع على الستايل أو ترجع على الألوان، أو مثلا يعجبني هذا اللون، اللون الأحمر. بس هذا كمل البرنامج عندنا. نجي نشوف نشغله. لاحظ بهالصورة هاي راح يطلع لك البرنامج. ثانيا شوف هذا البرنامج كمل، ما عندنا شيء. تحب مثلا تضيف بعد هنا هندسة، هاي هندسة تقنيات حاسوب، هندسة تكييف تبريد، هندسة مثلا المدني، الهندسة يعني هو البرنامج. تقدر تصمم اسطوانة بيه، تقدر بس تحتاج اكواد، وتحتاج يعني يكون ذهنك مركز، واي خطأ فراغ فاصلة بارزة ما اعرف شنو، هاي كل هالامور تحتاجها. وقلت لك بالصبر وبالثبات وخطوة خطوة ستيب باي ستيب راح توصل يعني المرحلة. احنا ما نحب نسبق الامور. نرجع للبرنامج. كملنا البرنامج مثلا، بعد شنو يعجبك؟ هذا تريد تغير النيم مالتها، فورمات 1 كابشن، شو تسمي مثلا علي حسين حميد. اوكي، هذا شوفه لاحظ طلع لك علي حسين حميد. يعني هاي خطوات بداية.
واليوم تعرفنا على بعض الأزرار وبعض الخصائص وبعض الأدوات. إن شاء الله الدرس الجاي راح نتعلم أكثر، وإن شاء الله الدرس الجاي راح تشوفون شغلات جديدة. وآسف من التقصير، وأي استفسار أو أي شيء صفحتي على الفيسبوك علي حسين سلطان الزمن، أو قناتي على اليوتيوب موجودة. تقدر تدخل على موقعنا فريق الحماية العراقي، قسم لغات البرمجة، قسم الفيجوال بيزك. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله استفاديتم من يمه، وأترككم حماية الله وحفظه. أخوكم علي حسين الدلفي، مستر دياب. تحياتي.